في حد فينا سأل ربنا وربنا ما ادالوش يا جماعة؟ في حد فينا الآن يتجرأ يقول والله أنا سألت الله ولم يعطيني؟ سنقول المشكلة فيك، الخلل عندك. قال ابن القيم رحمه الله: إن الدعاء كالسهم والقوس، فربما كان الدعاء صحيحا قويا موافقا للسنة، لكن القوس لا يستطيع أن يرفعه إلى الأعلى. القوس اللي هو القلب مريض، ما فيهوش صدق، ما فيهوش معاني لجوء، ما فيهوش معاني تضرع لله عز وجل. لكن ما أن يأتي الدعاء بصدق وإخلاص إلا ويوافق إجابة. قال محمد بن المنكدر: خرج أهل المدينة يستسقون الله جل وعلا بعد قحط ومرض، قال وخرجت معهم فلم نرزق المطر ذلك اليوم، فجئت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتكأت على سارية وجعلت أقرأ القرآن، فبينما أنا كذلك إذ جاء رجل عبد رقيق البشرة أسمر اللون، فوقف خلف العمود وهو لا يعرف أنني من ورائه، وجعل يصلي فقام يصلي ويبكي حتى إذا ما سجد قال: يا ربي، خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا رب إلا أسقيتهم الساعة، وجعل يبكي. قال: فوالله فما انتهى من دعائه حتى جاءت السماء بالمطر، ورأيت قطرات المطر تتخلل سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لما فرغ من صلاته وقف فنظر إلى السماء وقال: يا رب، من أنا حتى استجبت لي؟ إنما عدت بفضلك وجدت بكرمك وأعطيتنا من هباتك. ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر فدخل معنا في الصلاة، فلما فرغت الصلاة خرجت وراءه فرأيته دخل دارا كنت أعرفها، فلما طلعت الشمس جئت عند باب الدار، وإذا هذا الرجل إسكافي يعمل في إصلاح الجزم والنعال، فلما نظر إلي ورآني قال: يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا أو أصلح لك نعلا؟ قال: قلت لا، إنما جئت أسألك ألست صاحب الليلة البارحة الذي دعا الله فاستجاب له؟ فصرخ في وجهي: ما لك وما لي يا ابن المنكدر؟ لما كشفت السر الذي بيني وبين الله؟ ثم دخل إلى حجرته أو إلى بيته. قال: فقمت من عنده وأنا أخشى أن أؤذي أهل الدار، فلما جاء الليل انتظرت في مكاني، قلت لعله يأتي فلم يأتي، فلما فرغنا من الصلاة وطلعت الشمس جئت عند باب الدار فإذا هو مجافى موارب مفتوح، فصحت: يا أهل الدار. فخرجت امرأة عجوز قالت: ماذا تريد؟ قال: أين ذلك الرجل الذي يعمل عندكم؟ قالت: لقد جاءه البارحة رجل أغضبه فأخذ متاعه ووضعه في كساء وألقاه على ظهره وقال: يا سيدتي، إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد. إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد. انظر إلى إخلاصهم، هؤلاء هم الذين يستجيب الله جل وعلا لهم.